لا أقدم اعتذاري وأسفي للاعب فيدريكو فالفيردي بالفيديو السابق، ما مدحته بالصورة اللي تليق بيه وبالطريقة اللي تناسبه. صراحة فيدريكو فالفيردي شال ريال مدريد على كتافه، بغض النظر عن مباراة الريال والسيتي واللي سواه فالفيردي. تعالوا يا شوفوا اليوم ايش سوى فيدريكو فالفيردي امام إلتشي. سوى المستحيل، سدد تسديدة صاروخية من ركلة حرة بحيث الحارس ما استطاع يصدها، ورجعت الكرة روديجير وحطها بالمرمى روديجير وجاء الهدف الأول. سجل فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني من لعبة خرافية بطريقة الR2، ركن هاركن بحيث الحارس ما وصل لها. تخيل هذا فيدريكو فالفيردي، وألف مبروك جمهور ريال مدريد الفوز بنتيجة 4 رباعية على نادي إلتشي في الدوري الإسباني. تعال وياي شوف القنبلة، شوف المشكلة، شوف الطرقاعة الطامة اللي سواها أردا جولر في مباراة ريال مدريد وإلتشي. تسديدة خرافية صاروخية من خارج شنو؟ من خارج النص، يعني منطقة ريال مدريد، وسدد الكرة أردا جولر. الحارس ما استطاع حتى يجيت، حتى ما حاول يعني. تخيل هيك يعني اللي سواه أردا جولر. لا، هاي طو جائزة بوشكاش للعام سنة 2026، جائزة بوشكاش للاعب أردا جولر 100% بعد هذا الهدف الخرافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.